هنا مسجد وضريح سيدي علي زين العابدين في منطقة زينهم بحي السيدة زينب بالقاهرة. يعد هذا المسجد مسجد علي زين العابدين بن الحسين من المعالم التاريخية والدينية المتميزة، حيث يعود لزمن الفاطميين في مصر. تأسس في العام 594 هجرية مع تجديدات وتطويرات متعددة، أولها التجديد الذي تم في العصر العثماني، وكان هذا التجديد في عام 1805، ثم جدد في عصر خديوي إسماعيل 1886 ميلادية، ثم جدد للمرة الثالثة في عهد الملك فاروق 1944 ميلادية. أما في القرن الحالي فقد تم تجديد المسجد مرتين، أولهما في عام 2018 ميلادية، حيث شمل التجديد ترميم المقصورة النحاسية والأجزاء الخشبية والزجاجية للمسجد. وآخر تجديد كان في عام 2024، حيث افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير وتجديد المسجد وتجديدات شاملة للمنطقة المحيطة بأكملها. ويضم المسجد ضريحين للإمام زين العابدين وابنه زيد، وقبة مملوكية وواجهات حجرية رائعة. وأيضا يضم هذا المسجد العتيق قطعة نادرة من الحجر، قيل إنها من أحجار الكعبة المشرفة، والله أعلى وأعلم. من هو علي زين العابدين؟ هو الإمام علي زين العابدين بن الحسين رضوان الله عليهم أجمعين، وقد وفد إلى مصر مع عمته السيدة زينب رضي الله عنها. ومن الثابت والمتفق عليه هو أن الإمام علي زين العابدين جاء إلى مصر وعاش فيها عامين بالتقريب، ثم عاد إلى المدينة المنورة وتوفى ودفن في البقيع، وذلك بإجماع أهل العلم والمؤرخين. وعلى هذا فقد اتفق الأغلب بأن الذي دفن في مصر هو ابنه زيد علي زين العابدين، أو بالأدق ما دفن في مصر هو رأس الإمام زيد ابن علي زين العابدين. هنا مقام سيدي علي زين العابدين، وهو المقام الوحيد في مصر الذي به عمامتين. ترى ما السبب؟ قيل والله أعلم بأن سبب وجود عمامتين في هذا المقام هو لأن روح الإمام زين العابدين مداومة في الحضور بهذا المكان الذي فيه ابنه زيد، وأيضا لأن بيت السر موجود في هذا المكان، فيقال عند القوم قدس المكان سره، أي أن الولي يقيم حيث يوجد سره. فالعمامتين لزين العابدين وابنه زيد رضي الله عنهم أجمعين. إذن العمامتين هنا لرمزية حضور الروح. كيف جاء الإمام زيد ابن علي زين العابدين مصر ودفن فيها؟ أصل الحكاية: الإمام زيد ابن علي زين العابدين ولد في المدينة المنورة وعاش فيها إلى أن استشهد الإمام بعد قيادته ثورة ضد الأمويين، واستشهد في الكوفة بالعراق. وبعد استشهاد الإمام زيد رضي الله عنه تم إرسال رأسه الشريفة إلى الشام ومنها إلى مصر من قبل الأمويين في عهد هشام بن عبد الملك. وجاءت الرأس الشريفة فعلا إلى مصر، فأمر هشام عبد الملك بتعليق الرأس الشريفة على مبنى جامع عمرو بن العاص، فكان إلا أن المصريين استطاعوا الحصول على الرأس الشريف ودفنوها في هذا المكان العطر، مسجد الإمام علي زين العابدين. إذن الإمام زيد ابن علي زين العابدين لم تتشرف مصر بزيارته
إلا أن رأسه الشريفة حضرت كما ذكرت، ودفنت في مسجد والده الإمام علي زين العابدين بن الحسين. رأس الشريف الإمام زيد بن زين العابدين بن الحسين. والتأكيدات التاريخية. تأكيدات تاريخية مؤكدة تؤكد بأن هذا المقام هو الرأس الشريفة للإمام زيد بن زين العابدين، وهذا ما أكده المؤرخ المقريزي وآخرون. ويوجد للإمام زيد مقام آخر في الكفل بالعراق يعتقد بأنه مسوى جسد الإمام. الحجر النادر الموجود بجوار ضريح الإمام علي زين العابدين هو حجر بازلت أسود يحيط به الجرانيت، ترتبط به روايات. الرواية الأولى يقال بأن هذا الحجر النادر هو قطعة من الكعبة جلبت لمصر تكريما للعمال المصريين في إعادة بناء الكعبة، ووضع في هذا المكان. أما الرواية الثانية والله أعلم يقال إنه كان مدخلا سريا استخدمه الإمام علي زين العابدين وتظهر به بصمات أصابعه، وقد حاولت معدات ثقيلة تحريكه ولم تستطيع، مما عزز هذه الروايات. أحبتي في الله، نعم، محبة أهل بيت النبي من العبادات التي يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محبة آل بيت النبي مشروعة، نعم مشروعة، ولكن الغلو فيهم بدعة ممنوعة. ينبغي علينا أن نحاذر من الغلو في محبتهم، فآل بيت النبي بشر لا يملكون نفعا ولا ضرا. متابعي قناة بيت المسلم، شكرا لكم حسن المتابعة. لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة بيت المسلم، بيت كل مسلم.